السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم تالتة إعدادي. هنكمل مع بعض حل محافظات 2024 في الساينس. رقم 2 معانا محافظة الجيزة. نقرأ أول سؤال both right or wrong. برضو ما قاليش correct the wrong ones، يبقى أنا دلوقتي ليا مطلق الحرية أعمل تصحيح أو لأ. according to the chemical activity series sodium is considered more active than الأيرن. طبعا للكيميكال اكتيفيتي سيريز، هل يا ترى الصوديوم كان مور اكتيف عن الايرن ولا لأ؟ افتكر معايا كده بارت من الكيميكال اكتيفيتي سيريز. كان عندي على القمه خالص الموست اكتيف 1 كان البوتاسيوم الكي، بعديه على طول ال اي، بي اي الباريوم، سي اي الكالسيوم، مغنيسيوم، الومنيوم، زنك، وبعد كده كان عندي الايرن. احنا قلنا ان الترتيب ده بيكون descending order according to the chemical activity، يعني اللي فوق الاقوى وبعد كده وانت نازل الاقل. طيب يبقى اللي فوق هم الاقوى واللي تحت هم الاضعف. فبالنسبه لي الايرن الاف اي طبعا هيكون least active او less active عن الصوديوم، او الصوديوم مور active عن الايرن. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون رايت. السؤال رقم 2 the endocrine glands اللي خدناها قبل كده ديت عباره عن ductless glands secrete the chemical substance called hormones. طبعا الاجابه ديت او المعلومه ديت بتكون صح. رقم 3 استروجين هرمون، وده بيكون الفيميل هرمون او هرمون الانوثه، وده responsible for appearance of، بدل كلمه ميل هتبقى طبعا ايه في ميل secondary 6 characteristics. يبقى ديت الاجابه هتكون عندي غلط. اللي مسؤول عن الميل 6 هرمونز هو عباره عن مين؟ عباره عن التستوستيرون. رقم 4 the chemical formula of nitrogen pentaoxide is N2O5 او N5O2. اكيد طبعا الكيميكال رياكشن للنيتروجين بنتا اوكسيد هقلب هيبقى N2O5. يبقى الاجابه عندي هتكون wrong. السؤال اللي بعد كده complete the following the trait that appears in all individuals of the first generation. طبعا دي كانت مين؟ دي كانت عباره عن الدومينانت تريت. السؤال رقم 2 from using the nuclear energy in dot field improve some plant traces. هو بيقول لك plants، يبقى طبعا ده في مجال مين؟ مجال الزراعه، يبقى agricultural fields. السؤال اللي بعد كده the two factors of hereditary traits are similar in dot individual. تمام، احنا قلنا لو احنا الاثنين similar يعني تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار سمول ار سمول، يبقى في الحاله ديت الانديفيدوال اسمه بيور individual. اخر حاجه the work done is measured by، الورك done كانت الميجرنج يونت بتاعته كانت الجول. illustrate by balanced symbolic chemical equation the effect of heat on green copper carbonate. يعني بيقول لك اكتب الكيميكال ايكويشن اللي بتعبر عن الديكومبوزيشن اوف جرين كوبر كربونيت. يبقى انا هعمل الايكويشن بتاعتي هتبقى كوبر كربونيت CuCO3 على السهم بتاعي تراينجل هيديني CuO، ده عباره عن البلاك كولر اوف كوبر اوكسايد بلس كربون دايوكسيد جاز ايفولفد، وده اللي كان بيعمل تربيديتي للكلير لايم ووتر. السؤال رقم 2 write the scientific term. number 1 substance which change the rate of the chemical reaction without being changed. ده كان مين؟ طبعا اللي كان بيعمل change للسبيد of the chemical reaction سواء slow down او speed up، يسرع او يبطئ، ده كان تعريف الكاتاليست. السؤال رقم 2 the state of the electric conductor that show the transfer of electricity from or to it when it connected with another conductor. ده كان تعريف electric potential of the conductor. electric potential of a conductor. السؤال رقم 3 opposition أو obstruction الاتنين يمشوا معاك that the electric current faces during passing through a conductor. لو قال لك opposition أو obstruction الاتنين the same. opposition هي ال obstruction. لو جه قال لك دي أو دي عبارة عن ال electric resistance أو المقاومة بتاعة السلك بتاعك، يبقى electric resistance. 4 the change in the concentration of the reactant and the product at unit time. ده طبعا تعريف ال speed of the chemical reaction، ده واحد من ال most important scientific term، يبقى speed of the chemical reaction. السؤال اللي بعد كده choose the correct answer. In the end of the chemical reaction في نهاية التفاعل the concentration of the reactant becomes، ابتدي افتكر في نهاية التفاعل خلاص مش هيبقى عندي reactant، هيبقى عندي كلهم product، يبقى عبارة عن 0%. السؤال رقم 2 ال international unit of measuring the radiation absorbed by the human body طبعا كانت السيفيرت. قلنا لو انا ما بشتغلش بالراديشن يبقى
الدوز المسموح بيها 1 ملي سيفرت، لكن لو انا بشتغل بالراديشن يبقى المسموح بيها بالير 20 ملي سيفرت، يبقى الاجابه عندي هتبقى سيفرت. NaOH بلس HCl دوت عباره عن واحده من الالكلي لان اخرها OH، ده NaOH صوديوم هيدروكسيد بلس ال HCl الهيدروكلوريك اسيد هيديني NaCl بلس ووتر. طيب الرياكشن ديت بتعبر عن ايه؟ انا هعمل اكستشينج مثل الايونز، يبقى دوت عباره عن salt and water، يبقى دوت neutralization reaction. السؤال الاخير the quantity of electricity that produced from passing the electric current intensity equal 18 ampere، يبقى ال I equal 18 ampere through 300 seconds، ده طبعا هيكون التايم. عايزك تحسب الكيو هتساوي ايه؟ لازم اكتب الرول بتاعتي Q كانت equal I times ال T، يبقى كل اللي انا هعمله يبقى 18 times 300 واشوف مع بعض على الكالكوليتر هيطلع عندي كام. لو عملتها بالحسابات بتاعتك هتديلك بالظبط كده هتطلع 5400، يبقى الإجابة عندك هتختار دي. السؤال اللي بعد كده what is the result from increasing the secretion of thyroxine hormone by large quantities on the human body؟ لو الثيروكسين هرمون حصل عندك هايبر سكريشن او ابتدى يزيد في السكريشن، انا كان عندي مرضين ليهم علاقه بالثيروكسين، لو زاد عندنا increasing في السكريشن كان بيعمل اكزوفثالميك جويتر، ولو قل السكريشن كان بيعمل سيمبل جويتر. بما ان السؤال بيقول لك هو عايز by large quantities، يبقى في الحاله ديت هيبقى المرض اكزوفثالميك جويتر. طبعا لو قل زي ما قلنا هيعمل سيمبل جويتر، ولو زاد هيعمل لك اكزوفثالميك جويتر. السؤال رقم 3 مديلك 2 فيجرز، فيجر 1 اند فيجر 2. بيقول لي في نمبر 1 فيجر 1 في عندك ووتر، بيقول لي complete when adding a small piece of sodium to the beaker in front of you، يبقى انا حاطط هنا هنحط Na plus H2O which gas evolved. ابتدي افتكر على طول الرياكشن دوت كان عباره عن ايه. كان عباره عن 2Na plus 2H2O كان بيديني صوديوم هيدروكسيد and hydrogen gas evolved. يبقى انا لو سألتك عن اسم الجاز اللي هيخرج اكيد طبعا هيبقى الهيدروجين جاز، يبقى نمبر 1 هكتب هنا الهيدروجين. رقم 2 choose the type of the reaction which occurs in the beaker. تعال نبص كده مع بعض. الصوديوم هيعمل replace للهيدروجين، تمام. element هيعمل substitute ل another element and active element active 1، تمام. هيعمل substitution less active 1، يبقى طبعا على طول نوعه هيكون simple substitution reaction. زي ما قلنا simple substitution reaction عملت replacement للهيدروجين بتاع الووتر. في فيجر 2 مديلك relation between the potential difference V and the electric current intensity. من الشكل بتاعك ده عامل straight line passing with the origin، يبقى العلاقة هنا هتكون direct relation، يعني لو ال potential difference increases على طول ال current intensity هتزيد، والعكس صحيح or vice versa. بيقول لي the figure shows the relationship between the potential difference and the electric current intensity، تمام. answer the following. the resistance equal ال R كانت بتساوي ايه؟ ميس ال R كانت بتساوي ال V اللي هو ال potential difference divided ال I اللي هو ال current intensity. بعد كده بيقول لي the electric current intensity is not proportional to the potential difference. احنا لسه قايلينها من الشكل اللي قدامك هتبقى العلاقه هتكون directly proportional، يعني الاثنين مع بعض بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض، يبقى الاجابه هتكون directly. answer the following questions. number 1 cross the odd word in the following statement. اخلي بالي عايز اطلع الكلمه اللي مش ماشيه مع باقي الكلمات، وساعات بيقول لك قول لي relation between ال others. attached earlobe straight hair trait narrow eyes and the ability to roll tongue. بص كويس ديت عباره عن الدومينانت والريسيسيف تريتس اللي كانت في الهيومن بودي. طب الاتاتشد ايرلوب بالظبط كده كانت ريسيسيف، الستريت هير كان برضو ريسيسيف، النارو اي كان واحد من الريسيسيف، الوحيده اللي كانت دومينانت كانت الابيليتي تو رول تونج. يبقى لو قال لي مين اللي هتطلع بره يبقى انا هختار الابيليتي تو رول تونج، الباقي كلهم هيكونوا ريسيسيف تريتس ان هيومن بودي. السؤال اللي بعده the mass of the product the concentration of the reactant the temperature and the catalyst. بص كويس ونبتدي نفكر كان عبارة عن ايه. دول كانوا عبارة عن الفاكتورز that affecting the speed of the chemical reaction concentration of the reactant والtemperature والcatalyst. يبقى الوحيدة اللي مش هتمشي معايا هي عبارة عن الماس of the product. طب ليه؟ لأنهم كلهم عبارة عن factors affecting the chemical reaction.
يبقى أنا هختار the mass of the products، وقلنا كلهم هيكونوا factors affecting the speed of the chemical reaction. الأسئلة اللي بعد كده complete the missing part. number 1 magnesium plus copper sulfate Mg plus CuSO4 هتدي لك A plus Cu is BBT أو precipitated. ابتدي أفكر ال Mg plus ال CuSO4 كان بتديني طبعا مغنيسيوم سلفيت MgSO4 دي كانت بتكون colorless، ابتدي افتكر. تمام. اما الكبر سلفيت دي كانت لونها بلو. تمام. ودي بتكون زي ما قلت لك دي بتكون colorless، والكبر كان لونه ريد BBT. يبقى الكبر كان ريد، اما الام جي SO4 ديت كانت عباره عن colorless. تمام. يبقى انا كملتها MgSO4 plus Cu is BBT. السؤال التاني explain on genetic basis. هنبتدي نعمل تزاوج between two individuals. الاتنين مالهم؟ تعال نبص كده. from the B plane both of them are long stem hybrid T capital T small. mention the percentage. سهلة قوي، هو مسهلها لك. اعمل تزاوج between T capital and T small. طبعا هبتدي افرض الفروض بتاعتي T capital T small T capital T small. هطلع اتنين جميد T capital T small T capital T small. بعد كده الفيرست جنريشن هيبتدي يطلع لي اول individual T capital T capital، التاني هيطلع T small سوري T capital T small، التالت T capital T small، والاخير هيطلع عندك T small T small. يبقى انا عندي 3 لونج او 3 طول لواحد عندك هيكون شورت. السؤال اللي بعده from the opposite figure calculate the electromotive force of the battery which consists of 3 electric cells connected with each other. ابتدي ابص على السيركت دول متوصلين ازاي. الطريقه اللي قدامك ديت عباره عن سيريس كونكشن. يبقى في السيريس بدل كلهم ورا بعض هبتدي اجمعهم سوا. ميس each one او كل دراي سيل عباره عن 3، يبقى 3 بلس 3 بلس 3. يبقى الاي للباتري نخلي بالنا دي يبقى اي للباتري ايكوال 3 بلس 3 بلس 3 ايكوال 9 فولت. السؤال اللي بعده correct the underline words on adding silver nitrate. السيلفر نيتريت اللي هي عباره عن AgNO3 to sodium chloride NaCl هيديني مين؟ ابتدي افكر. كان بيديني NaNO3 plus AgCl. ده كان عباره عن وايت BBT. تمام. من السيلفر كلورايد. هو بيقول لك ده جرين، لا طبعا ده هيبقى وايت. السؤال رقم 2 مندل choose 5 genetic traits specific to the B plane to conduct his experiment. لا تعالى نعدهم سوا. هما كانوا قد ايه؟ كان عددهم 7، كان عددهم 7 مش 5. تمام. طيب تعالى نشوفهم مع بعض. مين هم الكاركترز بتاعت البي بلانت؟ كانوا 7 characteristics. stem height، بعد كده الفلاور بوزيشن، فلاور كولر، فروت شيب، فروت كولر، سيد شيب، سيد كولر. السؤال رقم 3 من السكند لو is called law of segregation of factors. الفيرست لو كان اسمه law of segregation of factor، ده الفيرست. اما السكند كان اسمه law of independent assortment of hereditary factors. تاني law of independent assortment of hereditary factors. السؤال اللي بعد كده the formation of iron rust is an example of chemical reaction which needs millions of years to take place. لا طبعا ده كان بيختار بس او بيحتاج several months، يعني شوية شهور بس عشان يحصل. اللي كان عندك محتاج takes place millions of years ده كان طبعا الفورميشن of petroleum oil inside the earth. السؤال اللي بعد كده هنعمل ماتش between ال A and B. sliding rheostat، افتكر كده sliding rheostat كانت بتعمل ايه؟ كنا بنعمل كنترول للالكتريك current intensity passing through the circuit and the potential difference. يبقى هتمشي معايا نمبر 1 مع الدي. نمبر 2 the direct electric current الدي سي كان بيجي منين؟ طبعا الدايركت كارنت كان بيجي من الدراي سيلز وكان بيستخدم في الالكتروبليتنج. يبقى انا على طول هختار سي. 3 الايونيك كومباوند اللي كانت ديسوشيت او ديزولفنج ان ووتر وبتتحول لايونز بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايونز، كان الرياكشن بتاعها فاست. يبقى على طول هختار ايه. سؤال رقم 4 reducing agent كان بيعمل ايه؟ انا حافظ الاكسدايزنج جيمز. دايما في الحاجات المقارنات احفظ واحده واعكس الثانيه. الاكسدايزنج ايجنت كان بيعمل جيننج للالكترونز اند جيف اوكسجين. يبقى ريديوسنج العكس بتاعه على طول. يبقى هو السبستانس بتعمل لوز الكترونز اور مور during the chemical reaction. يبقى 4 هيبقى التشويس بتاعنا هيبقى بي. السؤال الاخير عندنا what will happen if the stigma of the plant were left uncovered
while Mendel studied its genetic traits. تعالى نفتكر مع بعض الاستجما ديت كانت عبارة عن ايه. دي كانت واحدة من الفيميل reproductive organ اللي هي كانت الحتة دي. هو during الاكسبيرمنت ابتدى ان هو يغطيها. طب المرة دي بيقول لك انا مش هغطيها لما بنعمل كفر عشان امنع الكروس بولونيشن. طب هو خلاها uncovered، يبقى cross pollination takes place. يبقى هقول له the cross pollination occurs or takes place. كده وصلنا لنهاية محافظة الجيزة. أشوفكم على خير في فيديو جديد.